أنا فادي، طالب بكلية الطب، واللي هحكيه دلوقتي حصل لما كنت نازل تدريب في آخر سنة من كلية الطب في مستشفى جامعي. المستشفى دي بالذات كانت مشهورة بإنها فيها دور عناية فائقة وتلاجة موتى، مشرحة يعني. الحقيقة الدور ده ما كانش فيه حد بيطلعوا بالليل غير بعض الناس المعينة، حتى الناس اللي شفتاتهم كانت موجودة بالليل ما كانش حد بيقرب ناحية التلاجة دي. لكن الغريب إن محدش كان بيحكي هو بيشوف إيه. كل اللي كان بيطلع فوق وبنسأله هو أنت بتشوف إيه بيكون ردهم بسيط: طب ما تطلع تجرب. ده كان رد ناس كتير منهم: اطلع فوق وجرب. طبعا أنا الفضول كان قاتلني علشان أعرف إيه اللي بيحصل فوق. بس الحمد لله أنا كان تدريبي كله في الاستقبال، فما كنتش بروح ناحية الدور ده إطلاقا. لكن يشاء القدر إن أنا أنول شرف التجربة المرعبة دي واشتغل في الدور بتاع العناية الفائقة. الدور ده كان موجود فيه عناية فائقة والمشرحة، وكان فيه أوضة مقفولة. أول ما جت جائحة كورونا اضطرت المستشفى إنها تفتح الدور ده وتخصصه لحالات العزل للناس المصابة بحالات كورونا. الحالات في الأول ما كانتش كتير، فالأوض ما كانتش كلها مليانة في الدور ده، بالعكس كان في كذا سرير فاضي. أنا بقى كانت مهمتي بسيطة: أنا اللي بعمل المسحة لكل المرضى اللي بتخش القسم ده، واللي بناء عليه بنشوف هل هو عندهم كورونا ولا لأ. وفي يوم كانت موجودة مريضة اسمها هيام، وكانت تعبانة لدرجة إنها كانت بتطلع في الروح، لكن قالت حاجة غريبة كده وكانت بتهته: طيف، بشوفه، طفل، أنا متأكدة، أنا بموت يا ابني. وفي اللحظة دي أنا كنت فعلا متوتر وما كنتش عارف أتصرف أو أقول إيه في موقف زي ده. فضلت أنده على الدكتور اللي مسؤول عن الحالة، وقبل الدكتور ما يوصل للأوضة كانت الحالة توفت. كنت خايف ومرعوب، أنا أول مرة أشوف حد بيموت قدامي وهو بيهلوس. الممرضات وناس تانية كتير دخلوا الأوضة علشان ينقلوا الحالة علشان يجهزوها للدفن، وأنا بصراحة كنت مغيب في اللحظة دي. كنت خايف ومتوتر لدرجة إن أنا كنت ماشي في الممر مش عارف رايح فين، رجليا هي اللي ممشياني. فتحت باب الأوضة المقفولة ودخلت. كان واضح إن الأوضة دي مقفولة بقالها كتير. أول ما دخلت الأوضة رميت نفسي على أقرب كرسي. هو إيه اللي حصل؟ هي معقولة الحالة ماتت؟ وأنا بكلم نفسي لقيت حد حط إيده على كتفي: هو أنت مالك؟ خايف كده ليه؟ بصيت جنبي ما لقيتش حد، لكن الباب اترزع وبدأ طيف يتحرك في الأوضة. أنت ما عملتش حاجة غلط، بالعكس هي وقتها خلص. على فكرة هي كانت غدارة الست دي. تخيل، بدل ما تتقي ربنا في عيالها تقوم مشرداهم في الشارع علشان يجيبوا لها كل يوم فلوس. وهو جه اليوم اللي المرض اللعين ده جالها وخلص عليها. قدرها، ماتت وارتاحت. ما تضايقش نفسك انت خالص. قوم، قوم كده كمل شغلك، انت انسان كويس. مسكت دماغي وانا بصوت: ما هو اكيد انا بهلوس، انت مين وازاي بتتكلم جوه دماغي؟ يا عم اطلع من دماغي. بدأت ملامحه تتبدل لشخص عينيه وشعره كلهم باللون الاصفر. كان شكله مخيف ومختلف عن اي شخص تاني. اتهلوس؟ لا، كل اللي بتشوفه انت حقيقة، والحقيقة الاكبر ان السرير اللي هناك ده يخصني، يعني دي مش هتبقى اخر حالة. في اللحظة دي لقيت الباب اتفتح، والشيء المرعب اللي ملوش وصف ده دخل جوه جسمي واختفى. واللي فتح الباب كان دكتور وائل. أول ما شافني: هو أنت إزاي تخش الأوضة دي؟ إحنا مش مانعين أي حد إنه يخشها. وبعدين إيه الصويت اللي أنت عمال بتصوته ده؟ إحنا في مستشفى محترمة يا دكتور، وعيب تخالف القوانين بتاعتها. أول ما شفته رجعت عليه. أيوة، رجعت على هدوم الدكتور وأغمى عليا. آخر حاجة كنت سامعها منه إن أنا مهمل، بيقول عليا مهمل علشان تعبان. كلهم وقتها افتكروا إن أنا خدت الفيروس، حطوني في أوضة عزل
واتعملت لي المسحة، لكن الحمد لله المسحة نتيجتها طلعت سلبية. طبعا مش عايز أقول لكم إن أنا اتجازيت وتقييمي قل في التدريب ده، لكن ده ما خلانيش أهدى ولا أنسى اللي شفته. بالعكس، ده خلاني بفكر فيه أكتر علشان أعرف إيه السر اللي موجود وراه. وتاني يوم اتنقل راجل جديد لنفس أوضة العزل، والغريب إنه منقول من أوضة تانية. في الوقت ده افتكرت كلام العيان واللي شفته، واللي قال إن هو بيختارهم وإنها مش هتبقى آخر حالة تموت على السرير ده. حاولت كتير أمنع عملية النقل دي، لكن دكتور وائل منعني. ده بالعكس اداني جزا للمرة التانية، ده غير طبعا موجة الزعيق اللي خدتها منه. لكن كنت حاسس إن في حاجة هتحصل، وفعلا بدون أي مقدمات، وبعد ما عدى 5 ساعات من وجود المريض ده في الأوضة الملعونة دي، بدأت أسمع صوت عالي طالع من الأوضة. كان في هيجان كده في المكان. وفي اللحظة دي وبعد ما وصلت الأوضة لقيت الممرضة واقعة على الأرض وهي عمالة تبص للسرير وكانت مبرقة. لكن قبل حتى ما أبص على السرير وأشوف فيه إيه، لقيت دكتور وائل بيزعق: أنت قتلت المريض؟ وأنت بتشيل الأجهزة ليه عن المريض؟ أول ما بصيت على السرير أشوف فيه إيه، لقيت فعلا الأجهزة كلها مفصولة عن المريض، ده غير الدم اللي كان مغرق السرير. وفي اللحظة دي بدأت وداني تنمل، وحسيت برعشة خفيفة كده في إيدي الشمال. حسيت وقتها إن الزمن وقف بيا. سمع صوت زعيق دكتور وائل الممرضة، لكن كان بعيد. الصوت ما كانش واضح، كان فيه صوت تاني أوضح. الصوت ده كان صوت الشيء اللي ملوش تفسير: أنا عبد السميع، والراجل ده عبد التواب. كان راجل بتاع شرب وستات، فما كانش ينفع يعيش. يرضيك يرجع كل يوم وش الفجر يضرب مراته؟ لا، والجبان لما بنته اتدخلت رماها من الدور العاشر من غير أي رحمة. وزي أي أم في الدنيا رمت نفسها ورا بنتها، ويشاء القدر إنهم يكونوا سايحين في دمهم وهم حاضنين بعض. والقضية انتهت على إنها حالة انتحار، علشان أعصاب الأم تعبانة وكانت بتاخد جلسات وعلاج نفسي. كل ده والأب واقف بيعيط يا حرام على فراقهم وفراق قرة عينه. بعد كل ده عايزنا خليه يعيش؟ مش ده اللي ياخد فرصة؟ في ناس كتير تانية ليها حق في الفرصة دي وما بياخدوهاش. بس افتكر، الأوضة دي بتاعتي. في اللحظة دي بدأت أزعقله: مش من حقك تنهي حياة حد حتى لو شيطان. انت أكيد مختل ولازم تتعالج. المختلين دول هو اللي انت عايش معاهم. حتى اسمع كده. بعدها كل حاجة رجعت لطبيعتها مرة تانية، لكن المرة دي الأوضة كانت كلها ساكتة وبصين ناحيتي وهما مصدومين. دكتور وائل لقيته باصص لي: هو مين اللي أنهى حياة الراجل ده؟ أنهى حياته؟ مين اللي أنهى حياته؟ انت لسه قايل دلوقتي من ثواني. بقولك مين اللي أنهى حياة الشخص ده؟ الممرضة في الوقت ده اتكلمت: عبد السميع. هو عبد السميع. أنا شفته وهو بيقفل كل الأجهزة وحاولت أمنعه، لكن لقيت نفسي على الأرض والمريض كان عمال بيتخنق وهو باصص لي بصة بشعة وبيقول لي سامحيني. عبد السميع مين يا مجنون انت؟ عبد السميع مات بقاله 2 سنين. مات في ما تكمل يا دكتور، وقفت ليه؟ مات فين عبد السميع ده؟ مات في الأوضة دي. بصلي ورفع صوته: انتوا أكيد مجانين ومخططين لكل ده مع بعض. بس شوفوا بقى، الشرطة هتصدق التخاريف اللي عمالين تقولوها دي ولا لأ؟ يا أمن، اطلبوا للشرطة. تخيلوا كل ده يحصل في أوضة عزل لمرض ملوش علاج، لدرجة إن الشرطة أول ما وصلت قبضت علينا. لكن قبل القبض كانت لازم تفرغ الكاميرات اللي موجودة في الأوض. أول ما ابتدوا يفرغوا الكاميرات كانت الممرضة معايا في نفس الأوضة. قلت لها: هو مين عبد السميع؟ أكيد أنا مش مجنون وكل اللي شفته ده حقيقة، صح؟ من 2 سنين بالظبط في المشرحة هنا كان شغال عبد السميع. عبد السميع ده كان راجل عاجز، لا كان بيتكلم ولا حتى كان بيسمع، ده غير ايده اللي كانت عاجزة. لكنه كان نبيه جدا وشاطر في شغله زيادة عن اللزوم، وده اللي خلى الدكاترة يسيبوه يساعد في المستشفى
علشان يقدر يصرف على ابنه وحيد اللي للأسف هو كمان لا كان بيتكلم ولا كان بيسمع. وفي يوم وعبد السميع شغال في المشرحة لقى جثة داخلة عليه لطفل ما عندوش 10 سنين، مات نتيجة تنمر صحابه عنه. أول ما جت عربية رمى نفسه قصادها. الطفل ده كان وحيد ابنه. وقتها عبد السميع دخل الأوضة دي وكانت نهايته الانتحار، لأنه حس بالذنب وإنه السبب في كل اللي بيحصل ده. مش هنسى لحظة ما دموعه نزلت أول ما شاف الجثة بتاعت ابنه، كانت دموعه بتصوت. ومن ساعتها والأوضة دي مقفولة لغاية ما اتفتحت علشان العزل، أو هي ما كانتش مقفولة، احنا كنا بنتجنب ان احنا نعمل فيها أي حاجة. سمعت كل ده وما كانش في حاجة أقدر أعبر عنها الحقيقة. فضل طول عمره ما بيتكلمش لغاية ما اتكلم وسط الضلمة. فرغوا الكاميرات وأثبتت إن اللي قفل الأجهزة كان المريض مش الممرضة ولا حتى أنا. ومن ساعتها والأوضة دي اتقفلت وما بقاش يخش فيها حالات. لكن صوت عبد السميع كان دايما وسط الضلمة مسموع، صوته اللي ما طلعش غير بعد موته.